طب هو ليه الفني اللي بيجي يركب عندي جهاز تكييف بيجيب معاه العدة دي أو الطقم اللي في العلبة الحمرا دي؟ الطقم ده عبارة عن طقم اسمه طقم الفلير أو السويتش. الفني اللي بيجي حضرتك بيركب الجهاز عندك بيستخدم الطقم ده عشان السكينة الأولانية دي بيقطع بيها المثير، تمام؟ والمكنة دي بيعمل منها حاجة اسمها شفة الفلير اللي بتركب على المحابس التكييف بتاعتك، تمام. طيب الجزئيه اللي تحت دي اطقم السويتش، بيوسع، عايز يدخل ماسوره في ماسوره، فبيعملها حاجه اسمها السويتش، فبيحتاج الطقم ده معاه مهم جدا. اما الجزئيه اللي هناك دي حاجه اسمها المنجله اللي بيثبت فيها الماسوره بتاعته النحاس عشان يعمل عليها السويتش او الفلير. والطقم ده من مهم جدا جدا في عده اي فني بيروح يعمل صيانه الجهاز او بيركب الجهاز بتاعه. بيسمى كل ده بيسمى طقم الفلير. سواء انت بقى هاوي بتحب العدد والادوات او انت فني طبعا اكيد عارف، وانت عارفين ان انا بحبكم جدا وبحب